أحبابي وأصحابي ومتابعي الكرام، إن شاء الله تكونوا بصحة وخير يا ربي. قبل لا نبدأ رحلتنا نقول لكم أدعموني بلايك وتعليق، ربي يفضلكم، وما تنسوش البارتاج. بيكم ومعاكم القناة تكبر إن شاء الله. والليلة جيتكم بتجميعة أخرى لمجموعة خرافات. سابق وعدتكم اللي أنا نرجع ونعاود تسجيل جميع الخرافات اللي كان الصوت فيهم ضعيف. سجلت لكم برشا منهم في تجميعات أخرين تلقوهم على القناة، ونرجع ونعتذر منكم من أول وجديد على الإشكال اللي صار عليهم من قبل. أما الحمد لله كل شيء يتصلح، وهاني كنت عند وعدي ليكم ونقول لكم سهرة ممتعة للجميع، وما تنساوش راني نحبكم برشا برشا. وأول خرافة لينا بعنوان الهبل وحلة والعقل زريعة، وحكايتنا تحكي على عيلة درندو اللي يخرجوا للشارع يرقصوا ويغنوا. وكما تعرفوا أيام زمان كان هذا عيب، وكانت حتى الماكلة في الشارع عيب، والمرأة ما يلزمهاش تعتب باب الدار، يعني كل شيء عندهم ليه مقياس وقانون. وبسم الله بديت وعلني بي صليت، وبحكاية من حكايات زمان جيت، وحبابي واصحابي بيها وديت. يحكيوا في قديم الزمان على سلطان، وما سلطان إلا الله سبحانه. هكا السلطان طلع في رحلة صيد مع حاشيته وزيره والحراس، وهما مروحين من المصيد يلقى مرمرة. المرمرة كانت ميلة للحمورية بطريقة غريبة، تلمع والشمس زيدتها نور على نور. الفرس متاعه عثرت من وهجه لمعان هيك المرمرة. هبطوا الحراس وجابوها للسلطان، عجبته وكانت تحفة نادرة غريبة وعجيبة. ومن كثر ما عجبت السلطان وانبهر بها بدأ يحلف ويقول ما ناخذ مرأة إلا ويكون خدها كيف هالمرمرة. وأول ما روح للقصر اطلب يستدعوا العزوزة اللي تخطب، وقالها نحبك تدور على ديار المدينة الكل وخذ معاك هالمرمرة، واللي خدها كيفها اخطب هالي في الحال. وأمر السلاطين طاعة. بدت العزوزة تدخل الدار وتطلع من دار، وما لقاتش طلب السلطان. دلوها الناس وقالوا لها كانت لوج عزين هذا، ما عليك إلا بالبنية الصغيرة في عيلة درندو. العزوزة فرحت وسألتهم وين دارهم، نعتوها على الشارع. وأما الدار قالوا لها أتو وحدك تطلعها، دوبا ما تدخل للشارع تلقى الغناء والزغاريت عامل قبب. مشيت العزوزة للدار ولقاتها، وكما قالوا لها قعدت تمشي لين وصلت لهم، وهما زايدين في الهيجة ولا قالوا نهفتوا حتى شوية. ومن حينها رجعت تجري للقصر وقالت للسلطان الطلب متاعك راهو عند العيلة الفلانية، أما يا سيدي راهم مهبلة يرقصوا ويغنيوا في الشارع. جاوبها السلطان أنا ما حاجتيش بالعيلة الكلها، أنا باش ناخو البنية على زينها. وبالفعل بعث مرسول للعيلة وقال لهم ما تطلعوش ترقصوا وتغنيوا في الشارع. هاك العيلة استنوا في الدار نهار ولا اثنين وما خرجوش، وسمعوا كلام السلطان. وكيف رجعت لهم العزوزة دقت على الباب لقاته مردود، ناديت بصوت عالي يما للدار وينكم؟ جاوبوها ادخل، اش بيك اللطف واقفة في الباب؟ دخلت هيك العزوزة للسقيفة وقالت السلام عليكم يا جماعة. أما المشكلة ما لقاتش بقعة نظيفة تعفس فيها، من الوسخ والعفن الملوح على القاعة، وريحة الدار تضرب تقلب. عاودت عيطت من لول وجديد يما للدار تي وينكم؟ جاوبوها البنات الكبار يا بنتي ادخل ادخل شبيك البرة. قالت لهم كيفاش باش ندخل اللطف، شنو هذا؟
قالوا لها أعفس على اليابس وتخطى المبلول. وبديتك العزوزة حشاكم تعفس على اليابس وتتخطى في المبلول، لين وصلت لهم لقاتهم مظلمين الدنيا وراقدين. استغربت وقالت لهم الدنيا نهار وانتم راقدين، ايش بيكم اللطف يا ربي؟ جاوبتها الطفلة الكبيرة ما هو في الليل نسهروا نقيموا في الليل. قعدت العزوزة تغزر وقالت لها عليش اللطف ايش فما؟ قالوا لها الكل فرد صوت نتدربوا على غناوي الصغاريد والشتيح باش كيف يجي عرس وحدة فينا نكونوا حاضرين. اتعجبتك العزوزة من هبالهم وقعدت تتسائل بينها وبين روحها حايرة شنو هذا؟ هي مساهمة مبهمة فيهم، وإذا بزوز منهم بداو يتعاركوا مع بعضهم وشد إيدي من شوشتك، وكل وحدة فيهم منحية قملة من راسها وتقول قملتي أكبر من قملتك. زادت اتعجبت من هبالهم وقعدت باهتة فيها الخنار، عمرها لا راتو ولا سمعت بيه في حتى بر. قعدت تغزرلهم بالوحدة بالوحدة، لقاتهم زينهم على قدو إلا الصغيرة كانت كيف لقت القمر تبارك الله عالزين اللي فيها. طلعتك المرمرة من شونها وحطتها على خد البنية باش تتأكد، لقات البنية خدها يضوي ويلمع أكثر حتى من المرمرة. رجعت العزوزة للسلطان حكيت له علي صار الكل واللي شافته، وقالت له يا سيدي راهم عيلة خر طر مهبلة مساكن وما فيهمش عقل، وراهو الهبال وحلة والعقل زرعة، واللي مشى عقله ما عاد فيه نفيعة. جاوبها السلطان مادامها شابة ومزيانة باش ناخذها ونربيها على يديا ونعلمها ونوريها لنتولي للت القصر. قالت له هاك العزوزة يا سيدي نصيحة من الدين ولا يعجبك نور الدفلة في الواد عامل ضليل. السلطان زاد كبش وقالها منها نخلق، وفقدته العزوزة وقالت له عالظالين آمين. نصبوا الزينة والضو في القصر والمدينة، وعملوا عرس 7 أيام و7 ليالي و7 أيام زايدين. ونهار الخميس جابوا بنت درندو الصغيرة ودخلت للقصر، وعيلتها في عوض يغنيوا ويزغرتوا، بداوا يندبوا ويعيطوا بعيد علينا وعليكم. كيفاش أختهم الصغيرة تاخذ وهما لا. دخلت البنية والسلطان فرحان بزينها اللي لا هب لا دب لا في بلدية ولا في عرب. القاها تبكي ومتغشة، اسألها شبيك؟ قالت له توا يا سيدي السلطان وكان انتي تموت انا بعد ما خذيت السلطان شكون باش ناخذ بعدك؟ غزل هاك السلطان وكتمها في نفسه وسكت. نكدت عليها البلوى من أول ليلة، أما في مخه يقول أطوي يجي نهار وتتصلح، الله غالب عقلها خفيف وما زالت صغيرة. وفي نهار من نهارات اتخلى عليها يلقاها لابسة جبته، استغرب واسألها شبيك لابستها؟ قالت له عجبتني لبستها على خاطرها خفيفة. وهو المسكين جايب لها الغالي والعالي وخيار اللبس. من حين جاب لها شكون يعلمها كيفاش تاكل وتشرب وتلبس كيما السلاطين، ويعلموها كيفاش تتكلم باش تولي لله وحرم سلطان. فات عام وهو يلمع فيها، أما ما فيش فايدة، وهي كل مرة تعمل عملة أكبر من أختها، وهو يبلع ويغص ويقول خليها في القلب وتجرح ولا تطلع من الفم وتفضح. زادت تعديت مديدة على زواجهم وجاو عندهم برشا ضياف في القصر. تمشي هاك المقجولة تحط ملح على الماكلة بعد ما طيبوا الخدام. الضيفان جاتهم الماكلة مالحة شب. كيف فاق بها السلطان اسألها علاش عملت هكا؟ قالت له ناسك برشا تو تعجبهم الماكلة
ويوليو ماشيين جايين علينا وتوفينا الماكلة ونقعدوا احنا جواعة. هاك المسكين قعد يبلع ويغص ومش عارف ايش يعمل معاها باش يعقلها. وحب ربي في العام هذاك حبلت وجابت ولد. فرح السلطان والناس، والولد جاء بسم الله ما شاء الله عليه، ايش خلق ربي وصور فيه. وفي نهار من نهارات اتخلى عليها السلطان وسألها وينو الولد، يحب يوريه لأصحابه. جاو يباركوله. جاوبته هاك المقجولة المهبولة بكل برود الدم: في البير يا سيدي. السلطان شهق فرد شهقة وقالها شنو، وخرج يجري من حينه يلقاه في سطل في وسط البير. وجاب ربي خلط عليه، لقاه غارق وقريب يموت المسكين. هبلك السلطان وخرج من عقله وقالها: قل لي يا مراه، يا اخي وينو عقلك وكيفاش قلك مخك ترمي ولدك في البير؟ جاوبته هي مستغربة من سؤاله: اش فيها يا سيدي، حبيت نغسله، قلت ننفخه باش يجيني ساهل. اتجن عليها هيك السلطان وما عاد طاق صبر، ومن حينه طلقها وقال لها: اللي تحب عليه هز واخرج من حياتي، اهوك اللي في القصر الكل قدامك، هز اللي تحب منه، المهم اخرج من حياتي. وبالفعل طلعت من القصر، اما ما هزت معاها شيء. روحت لاخواتها وكي شافوها قعدوا يعاركوا فيها: كيفاش تروح يديك فارغة؟ وقالوا لها: توا ترجع للقصر وخوذ اغلى حاجة عنده يحبها وديما يحكي عليها. الطفلة ما كانتش من العاكسين، سمعت كلام اخواتها ورجعت تجري للقصر. وقت اللي شافها السلطان استغرب: ايش بيها رجعت؟ قعد يتبع فيها، وإذا بيه يشوف فيها دخلت البيت الراحة. هزت المصلحة والشيطة حاشا وجوهكم وطلعت. السلطان قاعد يغزر وبيت في عجب ربي، مستغرب فيها كيفاش مطلعتهم وطالعة تجري بيهم. عيطلها واسألها: يا مراه علاش هزتهم؟ هاجت وماجت وولت تصيح وصوتها يلعلع وقتله: مش انت اللي قلت لي خذ اللي تحب عليه وهزه معاك، واخواتي قالوا لي ارجع جيب اغلى حاجة في القصر، وانا عندي عام قاعدة لهنا، وانت كل ما تدخل تقول نظفوا الحمام، سيقوا بيت الراحة، نحبها ديما نظيفة وريحتها فاوحة، يعني اغلى حاجة عندك هي نظافة، وهي ما تنضاف كان بالمصلحة والشيطة. اضحك السلطان وقال: عملة وعملتها بيديا، طلعت لا طامعة لا في فلوس ولا في مجوهرات ولا عز ولا نفوذ، أما العقل يجيبه ربي. برا الله يهديك، ادخل لبيتك ولولدك، وإن شاء الله ربي يعطيك العقل يا مرا. ورجعها السلطان وضحك وقال: الزين في العقل، واللي لقى راحته في الهبال ما عنده ما يعمل بالعقل. أما أنا نقول العقل ميزانه يتثقل بالذهب، وما عمره الزين يعمر الديار، والزين بالعقل كالباب بلا قفل. وانتم متابعي الكرام، يلي ندرى من راي وقولي، وإلا من راي وقولوا السلطان. نحب نعرف رايكم في التعليقات، ما تنساوش. وتوا نتعديو لخرافتنا الموالية، واللي هي بعنوان المتحيل ومرته. يحكيو في قديم الزمان على واحد قلبه متحيل، وحتى من مرته كيفو، وكما يقولوا ما يتزاوجوا كان ما يتشابهوا. الراجل خبيث وطماع، وكل مرة عامل مصيبة وغبينة. وفي ليلة من الليالي جاته فكرة ما تخطرش على بال الشيطان، افرح بها، غم على راسه ورقد. وأول ما شقشق الصباح قام يجري ومشى للبهيم متاعه وعباله فمه بالدينارات الذهبية ومشى بيه للسوق. كيف وصل همز البهيم همزة قوية في جنبه،
قام هيك البهيم ينهق حاشاكم، والذهبات طاحوا من فمه. الناس بهتوا، والتجار الكبار متاع السوق فزعوا، وبداوا يتزايدوا عليه، وكل واحد يزيد في الصوم، وقريب يتضاربوا. هيك الخبيث مرتاح وتهنى وطمئن، كان ما باعوا برشا فلوس. التاجر اللي شراه قعد مع البهيم 3 أيام، انهيق من عند ربي، والذهب يجيبوا ربي، وفهم اللي هو حصل حاشاكم كذبع. اتلموا تجار السوق ومشاو لدار المتحيل، دقوا الباب، طلعت المرأة والرجل ما ثماش. سألوها عليه، قالت لهم اصبروا شوية تو نبعث الكلب يناديه. ودخلت سيبة كلب مربوط في الدار، وهيك الكلب ما صدق لربي تسيب، وقال الحماية ستار، وخرج يجري وما خلف كان العجاج وراه. ما تعداش درج بالحساب، وإذا بيهم يشوفوا في الراجل جاي من بعيد ومعاه كلب. بهتوا ومشي في بالهم اللي هو نفس الكلب اللي سيبته المرأة، وما حطوش في بالهم اللي هما زوز كلاب فولة واتقسمت على 2. نساو جماعة حكاية البهيم، ولاو يتزايدوا على الكلب، كلمة منا كلمة من غادي، والصوم يمشي ويعلى، وهما ضرب البونية شكون يشريه، لين بيعوا الواحد منهم بصوم خيالي. اللي شريه روح بيه لدارو، ومنها خرج للسوق، ووصى مرته تسيبه بعده، وهو تو يروح بيه. المرأة سمعت كلام راجلها وسيبت الكلب. بعد سويع روح الراجل لدارو وحده، وحط يده على خده وقعد يندب فيهم، وفهم اللي الراجل تحيل عليهم مرة أخرى. كشكش وهز أصحابه التجار ومشاولوا للدار، وبداو يعيطوا ويصيحوا. حلت لهم المرأة، قالوا لها وينو راجلك؟ جاوبتهم مرته تفضلوا ادخلوا توعدك بيه يجي، ما عادش يبطى. ودخلتهم البيت لقعاد. بعد نصيف ساعة اتخلى المتحيل، اتبسم وقال لهم أهلا بيكم، يا مرحبا، زارتنا البركة. ومنها نادى لمرته وسألها شنو شربت ضيوفنا؟ جاوبته ما شربتهم شيء وما مديت شيء، سيت الله غالب. أكل متحيل عمل له روحه تغشش، بدا يصيح ويعيط اللي ما يفرحش بضيوفي يموت خير. وجبت خنجر ودغرها بيه، اتفرشت المرأة ما في عينها بلة، وطلع الدم اللي هو في الحقيقة صبغة حمرة كيف الدم مخبيتها في صدرها. صاحوا الناس الكل وتفجعوا وقالوا له عيب تقتل مرتك على خاطر كاستي، يخي هبلت يا راجل. جاوبهم بكل برود الدم مش مشكل، راني قتلتها برشا مرات باش نربيها ونتوبها من عمايلها، وهني تو باش نحييها. وجبد زف من مكتوبه وبدا يمزود ويعاود. المرأة قامت كيف الجن، ولهنا نساو الجماعة الكلب، ولاو يتعاركوا شكون يشري الزف. الحاصل باعهولهم ببرشا فلوس. اللي خذاه روح المرتو يجري، عمل معاها عركة ودغرها، وبعد جبد الزف وقعد نهارين يمزود، والمرأة ما فقدش وغاطس المسكينة في دمها، وهي الدوام لله. ضرب على راسه ومشي حكى للتجار أصحابه، وتفاهموا يحطوا المتحيل في شكارة مثقلة بالحجر ويرميوه في البحر على عمايله الزرقاء. وبالفعل هذا اللي تم وصار. البحر بعيد عليهم والجماعة تعبوا، قعدوا يرتاحوا، هزهم النوم، هما يشخروا في 7 نومة. وبالصدفة تعدى واحد يرعى برس الغنم وشاف الشكارة تتحرك وحدها، استغرب، قرب منها يطل بالسرقة، حلها، وإذا بيه شافها الراجل مرصوص فيها. سأله شنو حكايتك وعلاش مسكرين عليك فيها الشكارة؟ قال له المتحيل ايش باش نقولك يا أخي، غبينتي غبينة
الحكاية وما فيها، أنا نحب نعرس بنت خالتي، وهالجماعة يحبوني بالسيف ناخذ بنت السلطان، حصروني وكرتوني بصعوبة. استغرب الراعي وقال له: بنت السلطان؟ راهي بنت السلطان، وكان جيت في بلاستك ناخذها، ولا بنت عمي ولا بنت خالتي ولا ويلو. أعمل له روحه المتحيل يبكي، وبدأ يقنع في الراعي باش ياخد بلاستو في الشكارة، وحلال عليه الأميرة والعرش والسلطنة. وهيك الراعي غلبه الطمع ووافق. ومن حين خرج المتحيل وتخلى الراعي للشكارة وقرت عليه مليح، وهز رسلة الغنم وروح لدارو. الجماعة بعد ما شبعوا نوم كملوا طريقهم ووصلوا للبحر، ركبوا فلوكة ودخلوا للغريق، طيشوا الراعي في البحر ورجعوا هما شيخين متفرهدين. أول واحد عرضهم في فم البلاد، أحكي لهم عن المتحيل والغنم متاعه. الجماعة حاروا في أمرهم، تعديوا له طول الدار وسألوه على هالغريبة. قال لهم وهو يضحك وضرسة العقل بانت: انتو رميتوني من هنا، وحورية البحر لقفتني من هنا، خرجتني وعطاتني رسلة فيها 100 علوش، وقالت لي: لو كان رميوك لداخل شوية راهي لقفتك أختي، وأختي ما تعطيش تحت 1000 راس علوش. واسمع يلي ما سمعتش، الخبر تنشر في لمح البصر، والبلاد الكلها سمعت، وهزهم الطمع، خرجوا فواج ورميوا رواحهم في الغريق، وقعدت البلاد بما فيها ملك للمتحيل ومرته، وخرفتنا للضحك فقط، وربي بعدنا عالطماع والطماعين والمتحيل والمتحيلين، ويثبتنا عالطاعة والدين. قولوا آمين. وتوا نتعديو لخرفتنا الموالية، واللي هي بعنوان الفلاح ومرته الغولة. يحكيو في قديم الزمان على فلاح كانت عنده طبة أرض صغيرة، من الفجر للمغرب وهو فيها، مرة يعزق ومرة يحرث، ومرة يسقي ومرة يزرع ومرة يحصد، الحاصل كل ما يعمل الفلاح في أرضه. ونهاره الكل يتعدى غادي، لا عنده لا أهله لا مالي لا مراه ولا صغار، وحيد شريد. وفي نهار من نهارات وهو ليه يزرع، جاته مراه غريبة على المنطقة، سلمت عليه، رد عليها السلام، قالت له: يا خويا راني عطشانة، أعطيني شريبة معمولك لربي. اتبسم وقال لها: الله يبارك. ومن حين مشى جابلها قلة معبية بالماء، شربتها الكلها وبقي عطشانة. رجع جابلها قلة أخرى، والمرأة بقي عطشانة. الحاصل شربت تقريبا 8 قليل باش رويت عطشها. بعد ما كملت شكرته، يخي سألها الفلاح وهو مستغرب منها، وقال لها: انتي شكون ومنين جيت؟ خاطر عمري مريتك لهنا، أكيد غريبة على المنطقة. قالت له المرأة بصوت حزين: صحيح أنا جيت من بعيد، وراني وحيدة، لا أهل ولا ناس، غريبة في هالدنيا. قل لي يا خويا، أنت متزوجة؟ جاوبها الفلاح: لا مانيش متزوج، وحالي من حالك. قالت له هيك المرأة: ايش قولك تتزوجني ونتعاونوا على هم الزمان مع بعضنا، وتربح فيها أجر وثواب. الفلاح عجبته الفكرة، وقال: علاش لا، مني نستر عليها ومني نكمل نص ديني. ووافق من غير ما يخمم، وتزوجها بالوقت. امشي يا زمان ويجا يا زمان، وتعدت الأيام والسنين، والمرأة عايشة عيشة هنية، شبعانة وراوية، لابسة ودافية، ما نقص منها شيء. أما الفلاح طول هيك السنين كان مستغرب في حاجة برك، ومحيرته فيها، اللي هي قد ما تاكل ما تشبعش، وديما طالبة زيادة، تقول عندها حنش في كرشها ياكل معاها. المرأة كانت يومي تاكل في ماكلة
وقوت ما يوكل 10 ديار. وبعد صبر كبير جاهم طفل صغير، فرح بيه الفلاح وطار. وفي نهار من نهارات هيك الفلاح تحصر في داره وما نجمش يخرج منها. كان نهار مطر ورعد وبرق وريح تطير جبال. وفي النهار ذاك ما نجمش يوفر المرته ما تاكل، وقالها كل الموجود واصبر حتى الغدوة إن شاء الله، كيف نخرج نصلي الفجر نمشي للسوق ونرجع لك بالماكلة تسد بها جوعك اللي ما يوفاش. وتعدى هيك النهار أسود أكحل على هيك المرأة، كرشها تغرود ومصارنها تعقدوا ومعدتها دخلت وتكمشت من الجوع، حتى النوم ما قدرتش تغمض عينيها. تعديت السوايع عليها تقول دهر لين جاء الفجر وركحت الريح وقصت المطر. وقتها خرج الفلاح باش يصلي وبعد يتعدى للسوق ويقضي. كمل الصلاة متاعه ومشى للسوق وقضاه كل شيء، الخير والخمير، والبهيم متاعه قريب يبرك المسكين من الرزن. وتم راجع للدار. وصل دخل القضية، يلقى مرته راقدة تشخر. قيمها وقالها يا مراه قم يزي من النوم، هاني جبت لك قضية تعمل 66 كيف. قم شمر على ذراعك وطيب لنا حاجة بنينة ناكلوها، رانا من البارح بالشر والجوع. اتبسمت وجاوبته لا يا وليد عمي، انا كليت وشبعت وعبيت كرشي، وهاني خليت لك بايك ونصيبك تحت الطاولة. استغرب الفلاح من كلامها، منين جابت القضية هالمرأة؟ وهز لخطاه وعرى يطلع على نصيبه اللي قتلوا عليه مرته. وإذا بيه شهق وصاح وطاح على ركايبه ما في عينه بلة، قلبه خرج من بلاصته. الفلاح يلقى اشتر ولده، قال لها يا مراه هذا ولدنا اشتر برك، وينو اشتر الاخر؟ قالت له بكل برود الدم جعت كليت اشتر وخليت لك اشتر باش تاكله. وقتها الفلاح فهم اللي هو متزوج غولة مش بني آدم، ومن حينه هز الفاس باش يقصلها راسها. وفي لمح البصر اتحولت لحقيقتها ورجعت على هيئة غولة. دزت وخرجت تجري وشدت طريق الغابة هاربة. شد جرتها هي تجري وهو وراها، وحلف ما يرجع إلا ما يقتلها ويبرد ناره منها. أما هي كانت أسرع منه ودخلت للغابة وأرض وما كانت تلها بلاعة. رجع للقرية متاعه ولم أهلها وحكي لهم على مصيبته. ومن حينهم كل واحد منهم هز حاجة في يده، اللي هز فاس، واللي هز سكينة، واللي هز هراوة، واللي هز سيف. الحاصل كل واحد في يده سلاحه. ودخلوا معاه للغابة مشطوها بلاصة بلاصة لين لقاو الغولة متخبية فوق شجرة عالية. دوروا لحطب بالشجرة وشعلوا فيها النار وحرقوها، وما تهنيو كان متحرقت معاها الغولة وهبطت رمات. وقتها روحوا لكلهم إلا الفلاح، اقعد بغصته في قلبه لين كبر وشاب ومات. وتوا نتعديو لخرافتنا الموالية واللي هي بعنوان الملح في الطعام. وقبل نتعديو لخرافتنا ونبداو رحلتنا نقولكم ما تنسيوش اللايك يرفع الفيديو ويدور أكثر في اليوتيوب، وتولي القناة يقترحها أكثر وأكثر. نعمل عليكم يا أحلى متابعين. يحكيو في قديم الزمان على ملك عنده 3 أولاد على روس بعضهم. نهار هما قاعدين يتعشوا ملمومين على الطاولة، هاك الملك جاته فكرة وحب يعرف محبة ولاده 3 ليه. قال لهم يا وليداتي توا نحب نعرف كل واحد فيكم قديش يحبني، تراه قولولي. اتلفت الكبير وقال له يا بابا أنا نحبك قد كنوز الدنيا وما فيها. قالوا المتوسط يا بابا وانا نحبك قد ما فما ماء في البحورات والمحيطات.
الصغير فيهم تكلم وقال: وين يا بابا؟ نحبك كيف الملح في الطعام. اتغشش هاك الملك وطرت له من كلام الصغير، وفقد أعصابه وقال له: أين تقارني بالملح اللي في الطعام يلي ما تحشمش؟ وبالوقت عيط للحراس متاعه وأمرهم وقال لهم: هزوها عليا، وما نحب يطلع الصباح إلا راسه بين ساقيه. خرجوه هيك الحراس مكتف مكبل وسلموه للسياف باش ينفذ فيه الحكم. أما السياف سخف عليه ومعطاهش قلبه باش يقتله ويقضيله على حياته. هزه وعطاها حوايج مقطعة بالية مهدرشة وقال له: البسهم في بلاصة حوايجك يا ولدي. وخذا السياف حوايج الأمير وقتل الأرنب ومسخهم بالدم باش يوريهم للملك، وقال له: برا يا وليدي، امشي وعيش في أرض الله الواسعة، وقول يلي ما تخيب قاصد، وربي معاك إن شاء الله، ورد بالك ترجع لها البلاد، راهو رجوعك لها معناها موتي وموتك لا محال. وهز السياف حوايج الأمير للملك ووراهم له بالدم باش يثبت له اللي هو نفذ الحكم وتخلص منه. ومشاه هاك الأمير المسكين ياكل من اللي تنبتوا الأرض ويشرب من الوديان، وقعد عايش مدة كبيرة هكاكا. وفي نهار من النهارات وهو متعدي بجنب بواد، وإذا به يشوف في راجل شايب هزز قربتين فوق ظهره وهو يعاني فيهم بصعوبة. مشيلوا الأمير وعاونوا في هزانهم. استكثر خيره هاك الشايب وقالوا اللي هو قرباجي كبر في العمر وما عندوش شكون يعاونه، وعرض عليه يعيش معاه في بلاده وداره، واللي يجيبه ربي يقسموه في زوز. وافق الأمير وعجبته الفكرة، ومن نهارتها ما فماش نهج ولا زنقة في هيك البلاد ما مشاش فيهم، ولا دار ما تخللهاش، وحبوه وقدروه أهل هيك البلاد. امشي يا زمان ويجا يا زمان، وتعديت السنين والأعوام، وملك هيك البلاد توفى. ومن عادات بلادهم إنه كيف الملك متاعهم يموت وما فماش شكون يخلفه، يسيبوا طير البرني من برج القصر، واللي يحط على كتفه هيك الطير يولي هو الملك. وبحكمة ربي وقدايره طير البرني طار وجاء حط فوق كتف الأمير، وقامت الأفراح والليالي الملاح، ولبسوه التاج ودخلوه القصر، وزادت تعدت الأيام والسنين والعوام. وهيك الأمير اللي ولا ملك حاكم عادل بين الرعية، حبهم وحبوه، والصيت متاعه والحكمة متاعه ومعرفته وصلت لكل البلدان، والملوك الكل ولوا يتقربوا له ويبعثوا له في الهدايا، بما فيهم بوه ابعث له مرسال وعلمه اللي هو راغب يحب يتعرف عليه ويوثق مع بلاده برشا تعاملات وأمور. وافق الأمير وحدد الموعد، ونهارت اللي جاء الموعد آمر جميع الطباخة متاع القصر إنهم ما يحطوش الملح في الماكلة. ووقت اللي وصل الملك بوه استقبلوا وفرح بيه، وقعدوا يحكيوا ويتشاوروا في برشا أمور. جاء وقت الفطور، اتنصبت الطاولة وتحطت عليها الخيرات السبعة، وأول لقمة كلاها هاك الملك بلعها بصعوبة وبغصة. سألوا ولده: اش بيك؟ شنو اللي قلقك؟ فما حاجة ما عجبتكش في ماكلتنا ولا في ضيافتنا؟ جاوب بوه الملك: لا، الحق كل شيء باهي وهايل، أما سؤال، ياخي ما عندكمش ملح في بلادكم ولا ما تعرفوهش؟ جاوبوا هاك الطفل والتبسيم على فمه: لا، بالعكس، بلادنا أكبر وأكثر بلاد تصدر الملح، وعنا منه الأنواع والأشكال الكل. قالوا الملك في استغراب: ملاش بها الماكلة مسوسة وباسلة؟ قال له ولده: إيه صحيح،
مسوسة، خاطر سمعنا بسيادتك ما تحبش الملح، وقتلت ولدك على خاطر قلك نحبك كيف الملح في الطعام. اتذكر هاك الملك ولده والدمعة هبطت من عينه، نحى هيك ليد التاج من فوق راسه وقال له: يا بابا أنا راني ولدك، نسيتني ما عادش تعرفني؟ التوا يا بابا نحبك كيف الملح في الطعام. بكى هاك الملك وطلب السماح من ولده على الظلم اللي ظلمهوله وقسوة القلب معاه، وباسوا بعضهم وتعانقوا، والمدينتين ولاو مدينة واحدة، وعاشوا الكلهم بخير وسعادة. وتوا نتعديو لخرفتنا الموالية، واللي هي بعنوان الظالم والمظلوم. يحكيو في قديم الزمان على راجل اسمه صالح، كان متزوج من امرأة اسمها فتحية. فتحية الله يخلف عليها، لعمرها غلطت ولعمرها كذبت ولعمرها قالت فيه كلام باطل. أما سي صالح كان عكسها، طول النهار هو يكذب ويتلوى ولسانه طويل وكلامه مرزي ويشري في المشاكل شريان. وفي ليلة من الليالي الظلمة روح سي صالح للدار، وكيف العادة ضرب الباب برجله ودخل يعيط ويقول: وينو العشاء؟ وينو الماء؟ الله يهدك يا مرا، وين شنو اللي مخذني فيك؟ يلعن النهار اللي عرفتك فيه. وكبش في الكلام المصد اللي يوجع القلب: اللطف يا ربي. وفتحية المسكينة كيف العادة تحاول تهدي وتعدي، بالرغم اللي هو ظلمها وكسر بخاطرها ولا نهار فرحها. تبدأ تغزر له وتقول له: هدي روحك يا صالح، عشاك موجود والماء سخون وكل شيء حاضر والدنيا ليل والصغار يرعشوا من الخوف. هدي روحك، ادخل اتعشى وارتاح، الصباح قل اللي تحب عليه ونسمعك. ادخل واهدى تويك، الله يهديك. وكل ما تقول كلمة يوجعها ب10، لين كبرت العركة في ليلة من الليالي وفاتت حدها. الراجل استغول وخرج من عقله، تلفت على اليمين لقى العصا متاع الفاس، خطفها وضربها بها على رقبتها، جابها طايحة على بلاصتها. كيف شافها صالح في هيك الحالة شد راسه وقال: يا ربي شنو عملت من عملة؟ وقعد يجري من بلاصة لبلاصة ويدور كيف الزربوط مش فاهم شنو يعمل. البس شلاكته وسكر باب الحوش وطلع في عقاب الليل يدور كيف المهبول من نهج النهج ومن زنقة لزنقة، ويخمم ويكنبص زعما شنو الحل. فتحية ماتت، وين اللي قتلتها؟ كيفاش نخبي هالجريمة يا ربي؟ هو حاير محتار ويخمم كيفاش يخرج منها البلوى، وإذا بيه يشوف في واحد يعرفه قاعد على عتبة داره، بدا يعيط له من بعيد: يا حسن يا حسن يا حاج حسن، يجيني فرحك. قام له الحاج حسن ومشيله يجري وقال له: شبيك؟ ايش فما؟ جاوبه صالح: يا حاج حسن نجريلي، راني عملت مصيبة. استغرب حسن وقال له: ان شاء الله خير، شنو عملت في هالليل؟ ايش بيك ترعش؟ قال له صالح: يا حاج اتعاركت انا ومرتي وضربتها، ما نعرفش كيفاش جاتها الضربة وراهي ماتت، راني منيش قاصد ومش بالعاني. جاوبوا الحاج حسن بكل برود الدم: عادي تصير يا صالح، مكش أول واحد يقتل مرته، اصبر تو نفكر لك في حل، اصبر وما تمهمشنيش. وبدا الحاج حسن يحك في لحيته ويخمم في حل، وهاو طلع حاجب، هاو هبط حاجب، وعينيه تزغط على اليمين وعلى اليسار. ومنها قال له: تعرفش كيفاش يا صالح، أنا طويك لقيت لك الحل. في الشارع اللي ورانا فما عرس ولد البي عاطف، أول ما يكمل العرس شوف واحد مروح وحده في الظلام وقتله حتى هو. اتلفت صالح للحاج حسن وقال له: نعم نعم،
كيفاش هالحكاية؟ نقتل حد آخر؟ تو هذا كلام. جاوبوا حسن: ايه، قتلك اقتلوا وهزوا وحطوا بجنب مرتك وقول راهو لقيته معاها وقتلتهم الزوز، وأهم شيء إنك تقتلوا بنفس العصا باش ما يشك فيك حد. بعد ما زاد فهم حسن صالح اش يعمل بالضبط وقراه درسه وشجعه. روح صالح وقعد ثنية كاملة وهو يخمم وداخل بعضه لين وصل قدام باب الحوش، وإذا بيه يشوف في واحد في الظلام ما ثبتش فيه مليح. اجبد العصا وهبط عليها على راسه، جابه مدد الأربعة وبدأ يكركر فيه لين دخل بيه للحوش وحطه بجنب فتحية مرته. ومن حين طلع يجري للناس في دار العرس وبدأ يعيط ويقول: يا ناس اجريولي، لقيت راجل في حوشي وقتلته هو ومرتي، اقتلتهم الزوز، اجريولي يا ناس، كل شيء إلا الشرف. الناس فزعوا على صيحه وبدأوا يجريوا معاه، ومعاهم راجل كبير ولحيته بيضة. هك الراجل الكبير هو أبو فتحية. قام سي صالح يسب فيه ويقشتل وما خليش كلمة زايدة ما قالهالوش: يا وجه الفقر، يا بياعين الشرف، هذه بنتك فتحية اللي ديما تدافع عليها، شوفها شنوة تعمل، أهيك باعت شرفك وشرفي، يا ريتني ما نسبتك ولا عرفتك ولا عرفت بنتك. وما خلى ما قلوا وما سمعوا من كلام كبير قدام الناس، وما خلى مكذب وتبلى على المسكينة فتحية. وبداوا الناس يسبوا ويلعنوا في فتحية، ومنهم يسبوا في الشيباني بو فتحية على تربيته لبنته، وهو المسكين حلل فمه ومصدوم ومش مصدق اللي صار عليه وعلى بنيته. الشيخ حسن صاحب الدبارة جاي يجري من بعيد وبدأ يدز في الناس ويبعد فيهم، يحب يشوف حتى هو فتحية والراجل وهما ميتين. إش ميتي اللطف يا ربي. ومن حين طبس على الراجل المقتول ومسح من على وجهه الدم باش ينسنس شكونه، وإذا بيه يشهق فرد شهقة بكم وعينيه تعبت بالدموع. ومن بعد بدأ يصيح ويعيط ويقول: يا ناس، هذا ولدي، هذا ولدي، يا صالح علاش قتلته؟ علاش قتلته من دون الناس الكل؟ ما لقيت كان ولدي يا صالح شعمتلك. ومن قوة الصدمة على ولده هيك الشيخ بدأ يدور كالزربوط في وسط الناس، يدس في هذا ويضرب في الآخر، ومرة يندب ومرة ينتش في شعره. ومن كثر ما خرج من عقله صاح وقال: وكان الكذب ينجي، الصدق أنجى وانجى. وبدأ يحكي للناس في القصة والحقيقة. الحاجة حسن هو يحكي في الحكاية ومحروق، تصير المفاجأة اللي ما كان يتوقعها حد، وتفيق فتحية. الضربة ما جتهش في المقتل وربي أعطاها عمر جديد. ووقت اللي فاقت فتحية الناس الكل سكتوا. فاقت المسكينة والدموع في عينيها وهي موجوعة من الكلام اللي قالوا رجلها عليها، ومن الناس اللي عفسوا في بوها وصدقوا الكلام اللي تقال عليها. وغزرت لراجلها صالح وقتله: أحرم عليك، كيفاش ترضى فيا الكلام هذاك حتى وانا ميتة يا صالح؟ هزت راسها تلقى بوها يتبسم ووجهه كيف البدر، فرحان وفخور ببنته ويحمد في ربي اللي ظهر الحق. قامت من بلاصتها ومشيت له تجري، ومن حزنها وفرحتها قالت له: يا بابا، الناس صدقت اللي تقال عليا ونساو طيبتك وزين ما جبت من الذرية. الناس صدقت كلام السكارة أو باش يكرهوا الطيب عزيز قدارة. كان نسوتي يا بويا تريحهم، دلني على طريق الموت باللي شارة. وحق من خلق الأرض باللي فيها، ما عملت عيبة ولا عمري نفكر فيها. اصبرت صبر السنين بالك ننسى، وتوسد دمعتي والفرح مني يشفى. الحق حق يا سيدي وكان اتأخر،
يجي يوم يطلع من رماده ما يتبخر. وتوا نتعديو لخرافتنا الموالية، واللي هي بعنوان الرزق من عند ربي. يحكيو في قديم الزمان أعلى مرأة رزقها ربي من فاكهة الدنيا طفل واحد، هو عينيها اللي ترى بيهم. بوه توفى وخليه الحيمة صغيرة، وكانت تخدم عليه، مرة منسج ومرة صوف تغزلو وإلا تغسلو. وتعديت العوام والسنين، وكبر هك الطفل وولا راجل، وهي كبرت معاه وولات عزوزة، وقالت تو نتكى على عوينة، تو يوكلني عسل ودهينة. أما هك الطفل على مراد الله، نهار كامل وهو راقد وشادد الفرش ويشخر، والمسكينة مش عاجبها الحال، وبدت تشجع فيها على الخدمة والسعي، وتنصح فيه وتقوله يا وليدي راني كبرت وصحتي ما عادش فيها، ما عادش قادرة نخدم عليا وعليك، قوم اتحرك واسترزق يهديك ربي. تي حتى من الجارات كل ما يشوفوني يقولولي جمالنا تتعارك وجملك بارك. يا وليدي خدام ذريع وسيد الرجال، والخدمة تقصر ليان، والبطالة تطولها، ومعونة نصارى ولا القاعدة والخسارة. المرأة تعبت مسكينة، كل ما تحدثوا ما يسمع، تنصحوا ما يفهم، وما كان يخسر عليها. أنا رزقي متكفل به ربي سبحانه، ويجيبوا لعندي، ورزق يومي ما نحير فيه، وانا عليا إلا عبادتي وصلاتي. وعيات أم المسكينة من الحديث، تقول عليها تحكي مع الحيط. بجنب المدينة اللي عايش فيها طاهر وأمه، كانت فما مدينة أخرى عايش فيها تاجر كبير من أصحاب المال والجاه. التاجر كان حافر في وسط شجرة كبيرة، يخبي ويخزن فيها في فليساته اللي جملها أكياس أكياس، وضامن اللي حد ما يجيب لها خبر ويعرف اللي فيها، وكما يقولوا الضامن ربي سبحانه. وكان هيك التاجر يمشي كل يوم يحل شق صغير يسقط فيه اللويزات، وبعد يسد ويمشي، ولا نهار خمم يصدق منهم ولا يعاون المحتاج، كان مش حاحب بخيل. وفي نهار من نهارات جات رياحية قوية وفاض الواد، قلع الشجرة من ساسها وجرها الماء من بلاصة لبلاصة، حتى لوحها عند باب الطاهر ولد هيك العزوزة. الصباح صبح ويا ربي العمال عليك. قامت العزوزة حلت الباب، تلقى الشجرة معرضة ومسكرة مدخل الدار. ناديت ولدها باش يبعدها، قام سي الطاهر وجر الشجرة ودخلها للدار، ومنها قال والله ربي جابها، خلي نقصها ندفي وبيها فيها البرد، وقيد للكسرة. جاب فاس وقال يا ربي، وإذا باللويز ابدأ يتنطر. افرح وزاد ضرب ضربة أخرى وصارت نفس الحاجة، وكل ما يضربها بالفاس يتفتح شق ويتيح اللويز، والفرحة ولت فرحتين. كملها بكلها، وإذا بيه ولا عنده رزق خيرة الله. قال لأمه يا ميمتي مش قلتلك الرزق يجي لعندي؟ ومن نهارتها ولا متفرهد ومبسوط، وخرج شري من كل الخير. دار كبيرة تسكت الصغير، وفرس بيضة زينها بالسرج، اتصدق منهم وعاون برشا محتاجين. العزوزة ما حبتش تخرج من دارها، رفضت وقعدت في عشتها وقالت دار رزق ما تعبت عليه ما نشارك فيه. ومشي يا زمان ويجا يا زمان، وفي نهار من نهارات هيك العزوزة يدق عليها راجل. حلت الباب، القاتو واحد حالته تغيظ العدو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا وليدي، تحب حاجة؟ جاوبها هيك الغريب. يا ميمتي الحكاية فيها وما فيها،
وشجرة فيها لويزاتي. من عام وانا نتبع في الجرة لين وصلت الباب دارك. تعرفش عايش ميمتي حاجة عليها؟ قالت له هيك العزوزة: ما نعرفش وليدي. وبالطبيعة يلزمها تعمل روحها ما تعرفش. إلا حكاية فيها كبيدتها، ما نجمتش تبيعه وما نجمتش تفضحه. طبست راسها ومنها قتله: ادخل نضيفك على الأقل. شوف وليدي، أنا راهو الأخبار ما عنديش طب، أما استنى نعجن خبيزة خليك تاكلها في طريقك. جاوبها هيك الغريب: لا يا ميمتي، بارك الله فيك، خليني نمشي. أما العزوزة حلفت باليمينات إنه يستناها، ووافق هيك الغريب. ومن حينها دخلت تجري ومشيت عجنت الخبزة، وبعد دخلت البيتها وجبدت شكارة كان طاهر عطيها لها وهي ما مستهاش بالكل. وبعد رجعت للكوجينة وحشيت وعبيت الخبيزة باللويز وغطتها بخبزة أخرى وطيبتها ومدتها له. اخذها هيك الراجل الغريب واستكثر خيرها ومشي على روحه، وقعد ماشي حتى لين وصل للسوق، وحس هيك الخبزة ثقيلة عليه. قال: أنا معيني في ماكلة، نبيعها الخبيزة أحسن لي. وبدا ينادي ويعيط: خبزة بدينار، خبزة بدينار. هو يصيح وينادي، وإذا بسي طاهر ولد العزوزة على الفرس البيضة متاعه متعدي. غزر وقال: أنا بتبيعتي ماشي لأمي، خلي نهز معايا خبيزة ناكلها معاها، وهكاكا ما نتعبهاش بتشعيل النار. وشراها بدينار وهزها معاه. وصل لميمته، رحبت بيه، سلم عليها ومنها قالها: يا ميمتي، جبت خبيزة ناكلها معاك وربي رزقني بيها بدينار. وأول ما شافتها العزوزة بدأت تضحك وتعاود، وولدها ما هو فاهم شيء. هو يقولها: يمي شبيكش فما، وهي تزيد في الضحك حتى لين شدت الخبزة وقسمتها على 2 وطاحوا منها اللويزات. وقالت: يا وليدي، كما قلت انتي، اللي رازقه ربي رازقه بلا تعب وشقى، والرزق اللي ليك ليك واللي خاطيك خاطيك. وحكايتنا مجرد خرافة، مش معناها نقولوا الرزق بيد ربي ونمشي ونرقدو. ربي يقول: يا عبد اسعى وانا معاك. الصدقة مفروضة علينا، وربي اعطانا رزقنا ورزق ناس محتاجة، ويا ويلو اللي ربي اعطاه وهو بخل. وتوا نتعديو لخرافتنا الموالية واللي هي بعنوان بقرة البي. أما قبل نبدأ الخرافة حبيت نذكركم ما تنسوش اللايك، وربي يفضلكم. يحكيوا على زمان تعدى وفات، وفي عهد جدود لولين أيام البيات والسلاطين. سي البي عنده بقرة جنحة وسمينة تهز العقل. البي يحب بقرته ونافح ومغروم بها لدرجة كبيرة، ومن كثر حبه لها وفي نفس الوقت من خسة عقله ولا يحب بقرته تولي تقرأ وتتكلم. وهات من هيك اللاوي وخرج بريح وبطبيلة يدوروا في المدينة ويقولوا: الحاضر يعلم الغايب. اللي يعلم بقرة البي الكلام ويردها تقرأ باش يعطيه بنته ونص مملكته، واللي يفشل في الحكاية يحكم عليه بالإعدام قدام أمة لا إله إلا الله. وعداوا هيك البراح وبطبيلة نهارهم كامل يبرحوا ويناديوا لين ريقهم يبس وشاح. أما حتى واحد ما حب يمشي قري البقرة، واللي يسمع يبهت ويضحك من هبال الباي. وقعد البراح وبطبيلة مدة شهر وهما من الصباح لليل على هيك الحال، لين في نهار من نهارات اسمعهم واحد اسمه الناصر، إنسان فقير لا والي ولا تالي ولا أهل ولا مالي. إذا فطر ما يتعشى، وإذا تعشى ما يفطر. المسكين الفقر والبرد والسخانة كلاولو قلبه، الحاصل ميت بالأحياء. عجبته الفكرة ومن غير ما يخمم فيها قال: أنا هكا ميت
وهكا ميت، عاد نمشي نعيش نهيرات، واللي يصير يصير، الموت مناش هاربين منها. الصباح شقشق وهو قصد ربي القصر البي. وصل، استقبلوه الحراس، وليو يضحكوا عليه وعلى هيئته كيفاش مجرتل وحويجه مقطعة، وزيد باش يقري البقرة. أي دخلوه وبالوزير قابلوه، قالوا هيك الوزير: يا ولدي، مثبت روحك فاش تحكي، واعي بالمصيبة اللي باش توحل فيها روحك، راهو رقبتك باش تطير، خمم عايش ولدي يهديك، راهو هبال هذا. جاوبوا الناصر وقالوا: السي الوزير، راني مثبت روحي وعند كلمتي وعارف علاش قادم، اتهن عليا. اسكت الوزير وما لقى ما يجاوب، وهزوا للبي وقالوا: يا سيدي، هاو لقينا شكون يعرف يقري ويعلم بقرتك، الحمد لله. افرح البي وطار بالفرحة وقالوا: يا سعدي، يا هنية، يا وزير، اعطيه دبش جديد واعطيه جناح في القصر، وعمل له خدام ينظفوه ويتلهوا بيه، وكلوه أحسن ماكلة، وكل شهر أعطيه 1000 دينار. ومن بعد تلفت للناصر وقال له: هذا إيش نجمه نعمله معاك، وكان تحب حاجة أخرى اطلب وتدلل، المهم تتلهاب بقرتي العزيزة الغالية. جاوبوا الناصر وقال له: يا سيدي البي، على راسي وعيني، أما الحكاية هذه لازمها عام كامل باش تتم ونوصلوا النتيجة إن شاء الله. وافق البي وهو فرحان، اللي عنده ما عند حد. الناصر الزويلي تبدل تحيته 90 درجة، ملبوس جديد وماكلة عمره ما شافها ولا كان يحلم يذوقها، غل أنواع واشكال، حلويات بنينة، فرش حرير ورقدة مرتاحة، نظافة والعفافة. الناصر كان كل يوم يخرج بالبقرة يحوس بها سويعتين من زمان، مرة يكلمها ومرة يتمتملها في وضنها، ومرة يغني لها ومرة يعنقها، وخينا عايش في نعيم، وكما يقولوا اللقمة الباردة. اتعديت لأيام تجري، وفي لمح البصر عمل 10 شهور في الأقصر وهو ما عمل شيء، وبدا يحس في ساعته وأجله يقربه، وخاف وندم وعرف اللي حبل الكذب قصير. سيلبي تذكر البقرة وتوحشها، نادى للوزير وقال له: يا وزير، هيا معايا نتمشيو شوية، ما شاء الله الدنيا ربيع، ومنها نطلوا على البقرة ونشوفوا هيك السيد ايش عمل وين وصل، وأصلا ما عادش برش على نهاية العام والموعد قرب. وبالفعل خرجوا يتمشيوا ومستمتعين بالطقس الروعة، وإذا بيهم جيوا كفوا غرزة مع الناصر اللي متكي وعاتيهم بظهره ومش فايق بيهم، والبقرة ترتع وتاكل في النوار. اتلفت سيلبي للوزير وقال له: خف رجليك وما تعملش الحس، خلينا نسمعوه كيفاش يعلم فيها في الدرس وكيفاش يقري فيها. وبداو ماشيين على ترتش صوابعهم لين خلطوله وسمعوه وهو يقول: يا ربي، وإما وإما وإما، ويسكت ثانية ويعاود نفس الكلام. استغرب منه البي وصاحب صوت قوي وقال له: شنو هذا؟ فاش تحكي وفاش تقول؟ تفجعه خينا وتهز وتنفض من بلاصته، وقال له: يا سيدي البي، يا مرحبا بيك، نورت يا سيدي، هذا درس من الدروس، أما ما نفهمه كان أنا والبقرة. البي كي سمع الجواب متاعه اتغشش ووجهه حمار وقال له: توا تفسر لي فاش تحكيو، ما كانش اليوم نهايتك وراسك يلعب بين ساقيك. الناصر المسكين ترعد وخاف وقال بينه وبين روحه: يا ربي يا ستار، اليوم باش يطير راسي. اغزر للبي وقال له: يا سيدي، لو كان تعطيني لمان انفسر لك. جاوبوا البي وقال له: عليك من الله، وفسر لي هذه، اش معناها يا إما
يا إما يا إما اللي قاعد تقول فيها وتعاود. الناصر كيف سمع كلمة عليك الأمان افرح وقال له وهو يرعش: يا سيدي البي، كان الكذب ينجي، الصدق أنجى وانجى. الموعد اللي اتفقنا عليه قرب، وانا في الحقيقة لا نعرف لا نقري ولا نفهم في لغة البقر. وفيما يخص إما لولا نقصد بها يا ربي إما تموت البقرة، وإما الثانية نقصد بها إما نموت أنا، وإما الثالثة نقصد بها يا إما. وسكت وما نجمش يكمل كلامه. لهنا ضحك الوزير وقال له: اتكلم ما تخافش، سيد نعطاك الأمان. اتكلم الناصر وقال: هاني شنقلكم الكل ونرتاح فرد المرة، أيشدوا عندكم يا ربي، يا إما تموت البقرة وإما نموت أنا، وإما يموت سيدي الباي. وكمل حكي لهم حكايته من أولها لآخرها، وهو قلبه باش يخرج من بلاصته. وبعد ما كمل كلامه اغزر له الباي واترشق بالضحك لين كرشه وجعته، وقال له: يا ولدي، أنا في الحقيقة راني نعرف اللي من المستحيلات السبعة إنه البقرة تقرأ ولا تتكلم، أما حبيت نعرف شكون شجاع وعنده الجرأة يتقدم ويقول أنا باش نعمل عليه. وتلفت للوزير وقال له: يا وزير، البقرة هذه تتذبح في زواج الناصر على الأميرة بنتي، وغدوة إن شاء الله الزواج. وتقامت الأفراح والليالي الملاح، وعاش الناصر عيشة هنية. وتوا نتعديو لخرفتنا الموالية، واللي هي بعنوان الأمانة وصندوق اللفعة. يحكيو في قديم الزمان وفي قرية بعيدة برشا، كان عايش راجل مع مرته وصغاره واسمه الحاج عمر، حاله حال الناس وعنده معارف واصحاب وسمعته طيبة كيف المسك، والناس الكلها تشهد له بامانته وخوفه من ربي سبحانه. وفي نهار من نهارات جار من جيرانه جاته سفرة لبلاد بعيدة، وباش يغيب شهور على داره ورزقه وشقى عمره. الراجل كان خايف على رزقه، لشكون باش يخليه، وخايف يهزه معاه يعرضوه قطاع الطرق ويفكوهوله. وقعد يخمم لشكون باش يخلي هيك الرزق. وبعد تفكير وتخميم طويل جاء في باله جاره الحاج عمر، اللي الناس بكلها تتكلم على أمانته وخوفه على حاجة الناس أكثر من حاجته. مشاله وقال له: يا حاج عمر، أنا قاصد ربي في سفرة، والمشية مشية ربي، وما نعرفش وقتاش يسهل الله ونرجع، وراه عندي أمانة وما لقيتش خير منك نخليها عنده حتى لين نروح، كان ربي رايد. اتبسم الحاج عمر وقال له: عليك امان الله، حاضر، اتدلل يا خويا، جيبها وكون متهني مطمئن، وكيف تروح بالسلامة تلقاها في الحفظ والأمان والصون. من غدوة الحي جاب له صندوق الأمانة وقال له شنو اللي فيه بالضبط. الحاج عمر خذاه منه وقال له: كن مهني، وطو إيجا معايا. وهزوا ومشيوا مع بعضهم للجنين اللي في جنب دار الحاج عمر، وحفر حفرة ودفن فيها الصندوق وقال له: لهنا موجودة أمانتك، وقت اللي ترجع تلقاها، على موت على حياة، حد ما ضامن عمره يا خويا. ودع جاره وتخلل داره وقال مرته: أسمعني يا مرا وحل وذنيك مليح، جارنا مسافر وخلى عندنا أمانة. وهزها وراها بلاصتها وزاد قالها: الأمانة صندوق وفيه لفعة سامة، وراه كان جاء سمها على الأرض أحرقها، وكان جاء على بني آدم ما تطلعش عليه شمس وبالوقت يموت. رد بالك منها، راهو كان خرجت من الصندوق نموت أنا وياك والصغار، راهي سمها قاتل وما يقدر عليها إلا مولاها، هو اللي يجي بعد الصفر ويخرجها بيديه. يا مرا،
لا انت ولا الأولاد، نحبكم تقربوا من جهتها. واضح كلامي؟ وكما قالوا ناس زمان، اللي خاف نجي. المرأة سمعت الحديث، خافت ورعشت من الفعة، وقعدت حتى في منام الليل تستخيل فيها، وما خليتش ولا واحد من صغارها يقرب من هيك الجهة. اتعديت الأيام والشهور، ومولا لمانة ما جاش منه الأخبر ولا مرسال، ولا روح ولا عرفوه ميت ولا حي. والدنيا فيها الموت، والموت ما تشاورش وما تداين إلا الله سبحانه. اتوفى الحاج عمر الله يرحمه، وقعدت هيك لمانة مدفونة في بلاصتها، ومرته تخمم في اللفعة وحكاية لمانة، وقعدت مشخش بابالها وفكرها، وديما بين عينيها الحكاية، لا ترقد ليل ولا نهار. وكل مرة تبدأ تستخايل فيها، وخايفة على روحها وعلى صخيراتها، وكان تخرج لهم من تحت التراب يموتوا الكل. وديما عينيها على صغارها، تعس عليهم، اللي يلعب ولا يقرب هيك الجهة تبدأ تصيح وتقوله ابعد من غادي، ابعد يهديك. وطويلة المدة وزيد خوفها، وتقول يا ربي ايش هالمصيبة، مولا الدار اللي عنده لمانة اتوفى وخليها وارتاح، ومولا لمانة العالم به ربي وين موجود، وخليوني أنا في الهم والرعب والخوف. وقتش يروح ويجي ياخذ أمانته ويرتحني منها الهم، ونعيش أنا وصغاري في دويرتي مرتاحة ومتهنية، ونرقد الليل كيف الناس، وما نخافش عليهم من سمها. وقعدت أيام وليلي عليها الحال، عايشة في الرعب. ونهار من نهارات سمعت باب الدار يدق، مشت حلت الباب، لقات راجل، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لها أنا جاركم، خليت من مدة عند الحاج عمر الله يرحمه صندوق أمانة وسافرت، وتوا هاني جيت نحب أمانتي. المرأة فرحت قريب تطير بالفرحة، وقالت له مرحبا يا مرحبا، اتفضل يا سيدي وادخل، وهز أمانتك اللي وصاني المرحوم عليها، لا نقرب ولا نجي جهتها، لين تجي وتاخذها انت بدايتك. مولا الصندوق استغرب من كلامها، واستغرب أكثر من فرحتها، ومشي معاها للجنين، وحفر التراب وخرج الصندوق وحله قدامها. المرأة خافت، ومن كثر الرعب وخرت التالي وجهها صفار، خافت من لفعة تطلع لها اللي قالها عليها المرحوم. أما تفاجأت ودهشت، وقعدت فمها محلول. الصندوق ما كانش فيه لفعة كما قالها رجلها وفهمها، الصندوق كان معبي ذهب وفلوس ولويز. قالت المولى لمانة يا خويا يا خي وين اللفعة، وين سمها القاتل؟ الراجل استغرب وقالها لفعة شنية الحكاية يا مرا؟ ومن حينها حكيت له الحكاية الكل، وقالت له اللي من نهارة اللي دفنوا هاك الصندوق وهي حتى الليل ما ترقدوش، وخايفة على صغارها من لفعة وسمها. افهم الراجل الحكاية وما فيها، وضحك وقالها فعلا الأمانة سم قاتل إذا خنتها، وربي يرحم الحاج عمر ويغفر له، على خاطره كان آمين ويخاف ربي بالحق، واعطاني درس في حفظ الأمانة ما ننساهش طول عمري. واعطاها شوية من الذهب والفلوس، وقالها هذا لولاد المرحوم اليتامى، وأي حاجة تستحقوها أنا حاضر. والعبرة من حكايتنا وخرافتنا إنه الأمانة صعيبة برشا، وإذا حد أمنك على حاجة ولا سر صون ورد بالك تخون، والأمانة سم قاتل. وتوا نتعديو لخرافتنا الموالية والأخيرة، واللي هي بعنوان دفع الله ما كان أعظم. يحكيو في قديم الزمان على قرية أهلها عايشين على الفلاحة، ووضعيتهم على قدها،
أما حامدين شاكرين. وكان عايش معاهم في هيك القرية رجل كبير حكيم اتزهد في الدنيا ومتاحها وملذاتها، وطلع يتعبد في الجبل. أهل القرية الكل كانت عندهم ثقة كبيرة في هيك الحكيم، وكل ما يحيروا في حاجة يستشيروه ولازم يلقى لهم الحل لمشكلتهم. وفي نهار من نهارات فلاح من هيك الفلاحة مشاله وقال له: يا حكيم أخلط، كارثة صارت لي يا حكيم، اش نعمل؟ دبر عليا. قال له الحكيم: اش بيك؟ اش فما؟ إن شاء الله خير. جاوبه الفلاح: بهيمي مات وما عنديش باش نحرث الأرض يا حكيم، فماشي أكبر منها المصيبة. قال له الحكيم: ممكن تصيب وممكن تخيب، واللي قدر ربي كان، ودفع الله ما كان أعظم. اتغشش هيك الفلاح من الرد والجواب متاعه، ورجع للقرية، واللي يسأله ايش عملت يجاوبه ويقول له: الحكيم هبل ودخل وخرج في الحلة على مراد الله. أنا نحكي له على مصيبتي وهو يقول لي دفع الله ما كان أعظم. الحكيم بالحق هبل. من غدوة الحي هيك الفلاح حاطط يده على خده وقاعد مهموم يخمم إيش بش يعمل، وإذا بيه يشوف في حصان ما شاء الله قوة وزين اتخلى الأرض متاعه، وأهل القرية الكل يعرفوا بعضهم ويعرفوا دواب بعضهم، والحصان هذا ما هو ملك حد. منين جاي؟ وقرر بينه وبين روحه باش يشده ويعوض به بهيمه في الحرث، وهذاك اللي تم وصار. احرث الفلاح الأرض متاعه، والحرث كان أسهل وأسرع وخير برشا من قبل. اطلع الفلاح للجبل وقابل الحكيم وقال له: يا سيدي الحكيم، سامحني بالحق، سامحني كيف شكيت في كلامك، وراه كل كلمة قلتها لي راهي صحيحة وصواب. بهيمي اللي مات ما كانش أتعس حاجة نجم تصير لي، بالعكس كان ما ماتش عمري ما نخمم إني نشد الحصان اللي تخلى الأرض متاعي ونستعمله في الحرث. واللي صار معايا يا حكيم من أحسن الحاجات، مش هكا؟ جاوبه هيك الحكيم وقال له: ممكن تصيب وممكن تخيب، واللي قدر ربي كان، ودفع الله ما كان أعظم. استغرب الفلاح، اضحك في سره وقال بينه وبين روحه: لا عاد، هذه قلت لهم اسكتوا، أنا نقول له لقيت حصان وحرثت أرضي، وهو يقول لي تصيب وتخيب. لا بالحق إلا حكيم هبل. مشيت الأيام وجات الأيام، وتعديت أيامات والليالي، وقرب موسم الحصاد، وقال الفلاح لولده: برا عيش ولدي، اشري لنا شكاير وخيوط باش نحضروا رواحنا. ركب هيك الوليد على الحصان، هو جا ماشي ويتيح تتكسر ساقه وما عادش قادر باش يحصد. صاح هيك الفلاح وقال: يا ربي، هالكارثة اللي صارت، وكان ما نحصدوش إلا ما نموتوا بالجوع. ومن حين طلع للجبل يجري، ومشي لهيك الحكيم وقال له: يا حكيم، كيفاش عرفت اللي الحصان مش أحسن حاجة تنجم تكون؟ مرة أخرى كلامك طلع صحيح، جرتها الحصان ولدي ساقه تكسرت وما عادش ينجم يحصد، وانا راجل كبير وما نقدرش على تعب الحصاد. المرة هذه بالحق يا حكيم كارثة كبيرة صارت عليا. غزر له الحكيم بكل عطف وشفق عليه وقال له: ممكن تصيب ممكن تخيب، واللي قدر ربي كان، ودفع الله ما كان أعظم. اتغشش هيك الفلاح وقال له: زايد الحديث معاك، انتي شبت وخرفت وعقلك طار، وزايد الكلام معاك. وخليه ورجع للقرية. من غدوة الصباح العساكر تنصبوا في كل بلاصة في هيك القرية، وكل واحد يصلح للتجنيد هزوه معاهم، خاطر بلادهم دخلت في حرب مع بلاد أخرى
أقوى منهم ببرشا، والوحيد اللي منعم العساكر والحرب هو ولد الفلاح. وقتها فهم الفلاح كلام الحكيم، وفهم معناه، وفهم كلمة ممكن تصيب وممكن تخيب، واللي قدر ربي كان ودفع الله ما كان أعظم. ومشيت عليهم وخليتهم، بوذني سمعتهم وبعيني ما ذيتهم. إن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم، وما بقالي كل باش نقولكم إلى اللقاء في خريطة أخرى وفيديو آخر ومغامرة أخرى ورحلات أخرين إن شاء الله. ما تنساوش اللايك والبارتاج اللي بالحق نستمد منه القوة متاعي ونستمر إن شاء الله. نحبكم برشا برشا. توا تبقوا على خير. باي باي.